اليوم وانا كنتمشى هنا في منتزه الحبول، فجأة رجعت بي الذاكرة لواحد الايام الجميلة. ايام كنا كنجيو بلا هم، غير الضحك، الهضرة مع صحاب والحباب، النشاط، التقلقيل، اي حاجة تقدر ديرها هنايا. هنا دازت لحظات يمكن صغار ولكن قيمتهم كبيرة في القلب. كل خطوة كنمشيها دابا كتفكرني في داك الوقت فين كان كلشي خفيف والراس هاني. يمكن كبرنا ولكن الذكريات باقي مجموعين هنا. منتزه الحبول هو واحد من اشهر واقدم الفضاءات الخضراء في مدينه مكناس، واللي طالق الزين ديالو على مساحه تقريبا 5 الهكتارات. تاسس تقريبا سنه 1906. منتزه تسد مده طويله ومن بعد دارت ليه اعاده تاهيل كامله. تعاود تفتح رسميا في سنه 2024 تحت اشراف الاميره لاله حسناء، واللي هي رئيسه مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه. هذه المؤسسه اللي كتخدم على حمايه البيئه والتوعيه البيئيه وبرامج نظافه والتنميه المستدامه والمحافظه على الشواطئ والطبيعه. هذا الجزء اللي كتشوفه هو مسرح الهواء الطلق، واللي كيزيد قيمة للمنتزه. هو فضاء مفتوح للعروض المسرحية والفنية والأنشطة الثقافية والتظاهرات الشبابية. يعني بدل ما تمشي للقاعة عندك مسرح في وسط الطبيعة بين الأشجار والهواء النقي. إلا عجبك الفيديو ما تنساش بارطاجي مع صاحبك وتخلي لنا كومنتير زوين. هادشي كامل تيحفزنا باش نزيدو نقدمو محتوى أفضل وأفضل. تبقاو بخير إن شاء الله. يا مثل ما نسيب بالا خويا ايمن.